الحلقة اللي فاتت احنا اتكلمنا عن هوم اسيستنت ومميزاته. الحلقة دي هنتكلم عن ازاي تنزل هوم اسيستنت عندك على الجهاز. اول حاجة هتروح اللينك دوت هكون حاطه تحت في الديسكربشن. احنا هننزله على فيرتشوال بوكس. تمام. انت في عندك اوبشنز تانية، ممكن تحطه على راسبيري باي او تحطه على ميني بي سي وهكذا، بس انا هحطه على فيرتشوال بوكس. هنروح على ويندوز وهتحمل الفي دي اي. تمام. هتدوس هنا على الفيرجن ديت. لو انت هتحطه على بوك ستيشن او هايبر في هتحمل الفايل بتاعتهم، لكن انا هشرح على فيرتشوال بوكس فهنختار ديت. بعد ما تحمل الايمج بتاعت هوم اسيستنت هتروح على فيرتشوال بوكس وتحمله من هنا. لو انت ويندوز او لو انت ماك او وات ايفر، بس احنا ويندوز هندوس على ويندوز هوست. بعد ما تحمل فيرتشوال بوكس وتعمل انستول ليه هيظهر عندك المنظر دوت. تمام. بس فينا تريك، لما تحمل الايمج انت لازم تعمل لها اكستراكت دوت. الايمج احنا عايزينها هتكون ده اسمها، والاكستنشن اخره في دي اي، ده اهم حاجه. تمام. لازم ترميها عندك في ديسك يكون في مساحه واسعه. انا هرميه في الدي لان هو في مساحه كبيره جدا وده هيفيدنا هوم اسيستنت. فالايمج اهيت مرميه عندي في الدي. كده انت جاهز انت تبدا تعمل الايمج بتاعتك على فيرتشوال بوكس. هتروح هنا عند نيو وهنسميه هوم اسيستنت. تمام. هنا يقول لك لو اس هتختار لينكس واوريكو 64. عامه انا كده كده ماشي من نفس التوتوريال اللي هو موجود هنا. هنا كل حاجه مشروحه من الريكومنديشن للسبيكس لحد ما تبدا هوم اسيستنت. انا بعمل نفس اللي بيتقال في الارتكل ديت. تمام. هنيجي هنا وهنختار 2 جيجا بايت رام وهنختار السي بي يو 2. احنا ممكن قدام نزود لو في انتجريشنز هنحتاجها، زي انتجريشن للسكاننج بتاع الفيس لو انت عندك كاميرات وهكذا. فوقتها ممكن نضطر ان احنا نزود السي بي يو ونزود الرام على حسب استخدامنا، لكن حاليا 2 جيجا بايت رام و2 سي بي يو هيكونوا كفايه جدا لاستخدامنا. تمام. بعد كده هنيجي هنا وهتختار على يوز اكزيستنج فيرتشوال هارد ديسك. تمام. وهتدوس هنا هنعمل كده اد، وهتروح تختار الايمج بتاعت هوم اسيستنت اللي هو الفايل اللي احنا عملناه من شويه، اللي هو كان جوه زيب فايل وطلعناه ورميناه في الدي، هو دوت الفايل. تمام. وهتدوس تشوز بعدين تعيش. بعد ما تخلص الكريشن هتروح على سيتنجز تاني لان احنا هنظبط كذا حاجه. روح عند سيستم وتاكد ان اليو اي اف اي معمول لها انيبل. تمام. بعد كده هتروح عند الاوديو وهتختار هنا انت الاتش دي اوديو. بعدين هنروح تحتيها عند النتورك وهتختار هنا بيجت وهتدوس على اوكي. كده خلاص خلصنا الكريشن ودلوقتي ممكن نعمل ستارت. تمام. تاخد حوالي مثلا 5 دقايق يكون الانترفيس جت معاك كده. نبدا نشرح حاجه. تمام. دوت الاي بي بتاعك. تمام. الاي بي بتاع هوم اسيستنت، معلش. دوت احنا هنروح على البراوزر دلوقتي وهندخله وهنخش على هوم اسيستنت. ممكن برضك تخش عن طريق هوم اسيستنت لوكال ودوت ينفع برضه. ودوت الاوبزرفر. انا هشرح واحد واحد دلوقتي احنا لو جينا هنا وكتبنا الاي بي بتاع هوم اسيستنت واللي هو كان مكتوب هنا عندنا 103 اخره. تمام. مش هيدخل، لازم ندخل معانا البورت اللي هو 8123 وقتها هيشتغل معانا. تمام. ده الاي بي بتاع هوم اسيستنت. هنا دلوقتي بيقول لي ان هو preparing هوم اسيستنت ودلوقتي هو لسه فيرست لانش فهيقعد شويه. لو جينا هنا نبص يعني لسه بيبدا كل حاجاته وهكذا يعني. تمام. طب ايه هو اللينك دوت؟ ده نفس الحاجه بالظبط، بس بدل ما انت بتكتب الاي بي بتخش على هوم اسيستنت على طول. لو عملنا كده هيدخلنا نفس الحاجه هوم اسيستنت اهو. تمام. ايه بقى الاي بي اللي هو التالت دوت الاوبزرفر دوت معظمه للترابل شوتينج. بالمعنى هنيجي هنا هوم اسيستنت تاني ونخش على. تمام. هنا بيقول لك لو انت عندك مثلا ايرور او حاجه، لك المشكله فين؟ في السوبرفايزر ولا في السبورت ولا في الكور بتاع هوم اسيستنت؟ هنا لو في مشاكل بيقول لك المشكله مثلا في الكور او المشكله في الفي ام وير نفسه او هكذا يعني. تمام. فدوت احنا بنخش عليه لما يكون في مثلا مشكله في هوم اسيستنت ويكون مثلا واقع او في مشكله في الكونكشن وهكذا. تمام. ودوت نفس اخوه دوت هو دوت وبس كده نفس الحاجه. دوت الكونسول. دوت احنا هنا بنكتب لو احنا عايزين مثلا نعرف حاجه مثلا في اسمه ده في الانفو، مثلا الكود انفو، او لو عايز مثلا اعمل مثلا ريستارت. وممكن برضك من نفس الكونسول دوت اعمل ابديت لهوم اسيستنت بدل ما اخش على هوم اسيستنت نفسه من هنا واعمل ابديت. لا، انا ممكن اجي على الفيرتشوال ماشين عندي واعمل ابديت لهوم اسيستنت من الكونسول عندي. دلوقتي انت بعد حوالي ربع ساعه المفروض يكون بدأ معاك. لو انت عندك باك اب هوم اسيستنت ممكن تعمله ابلود من هنا. نفس الحاجه على كلاود. بما ان احنا لسه اول مره نشرح فنبدا على كريت ماي سمارت هوم. وهنا هتدي اي اسم ودوت اليوزر انا هعمله ادمن.
وديت الباسورد. اتأكد ان الباسورد تكون عارفها لان دوت هيكون الادمن اكونت. تمام، وهتروح على كريت اكونت. هنا اللوكيشن بتاعك هتدوس هنا وهتعمل allow. بعدين هتروح على next. هنا هو يقرا الاجهزه اللي عندك على النتورك عندك. انا عندي هنا في اوريدي الراوتر بتاعي بيقرا الميديا بتاعته وده الساوند سيستم. هتروح على فينيش ومبروك كده هيبقى عندك الانترفيس بتاعت هوم اسيستنت. دلوقتي شرحنا ازاي تنزل هوم اسيستنت. الحلقه الجايه بقى نبدا نشرح الانترفيس ونبدا نخش في الانتجريشنز وازاي تتحكم فيه من بره البيت وحاجات تانية زي كده.